كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم علينا جميعا. فيديو النهاردة لأي حد عمره ما جرب يعمل القطايف في البيت ومتخيل انها صعبة ومش هتظبط، وان هو لو جابها من بره هيلاقي طعمها احلى واسهل كتير. اوعدكم بعد الفيديو ده هتجربوا احلى والذ قطايف، احلى والذ مليون مرة من اي قطايف جاهزة، وهتتفاجئوا قد ايه هي سهلة واسهل بكتير مما تتخيلوا. هقول لكم كمان ازاي تحفظوها وازاي تقدموها بشكل حلو، وهقول لكم على ألذ وصفة كريمة اقتصادية تحشوا بيها اي حلويات لرمضان. انا نسمة، لو اول مرة تشوفوا القناة اشتركوا وفعلوا الجرس واعملوا لايك للفيديو، ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة تعالوا نشوف المقادير اللي احنا محتاجينها، وهسيب لكم برضو كل المقادير بالتفاصيل تحت الفيديو. هنحتاج 3 كوبايات دقيق، وهحتاج ربع كوباية دقيق سميد الناعم اللي بنستخدمه في البسبوسة. هحتاج كمان 3 معالق كبار سكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة خميرة، وللمقدار ده هنحتاج 4 كوبايات ونص مية دافية. سايبالكوا برضو المقادير بالجرام تحت الفيديو، ونقدر نزود كمان اي حاجة تدي للعجينة نكهة. انا بحب استخدم مية ورد بتدي نكهة حلوة، تقدروا تستغنوا عنها. هبتدي بقى انزل الدقيق، دقيق السميد، السكر، البيكنج باودر، الخميرة، مية الورد، اقلبهم تقليبة وبعدين ازود المية. هقلب بس الخليط كده، وبعدين تقدروا تعملوا الخطوة دي بقى بالهاند بلندر او بالخلاط. المهم ان احنا نفضل نضرب الخليط ده لمدة تقريبا 5 دقايق علشان نوصل للقوام المظبوط بتاع القطايف زي الجاهزة كده. لما تشدوها من بعضها تلاقوها بتمط معاكم، ده بسبب ان احنا بنفعل الجلوتين في العجينة. هنفعل الجلوتين ازاي؟ ان احنا نخلط الخليط ده يا اما في الخلاط او بالهاند بلندر لمدة تقريبا 5 دقايق. عايزة اوريكم العجينة المظبوطة بيكون قوامها عامل ازاي. بصوا، هي مش زي البانكيك ولا الكيك، اخف منهم وفي نفس الوقت مش خفيفة قوي. المقدار اللي انا مديهولكوا ده مظبوط بالملي، تقدروا تعملوه بالجرام او بالكوبايات المعيارية، هيطلع معاكم نفس الشكل ده. هغطي الخليط ده وهسيبه شوية يرتاح. طيب هنسيبه قد ايه؟ مش اكتر من ربع ساعة. احنا مش محتاجينها تتخمر، احنا بس محتاجين العجينة ترتاح عشان تستوي كويس معانا. وعلشان نسوي القطايف قدامكم حاجة من اتنين، هستخدم بقى حاجة اصب بيها القطايف بحيث ان انا اقدر اتحكم في كمية العجينة، او استخدم الازايز اللي بالشكل ده اللي هي بنحط فيها الصوصات دي، بتسهل عليكم جدا وبتخليكم تقدروا تتحكموا في كمية العجين. هبتدي املاها بخليط القطايف، وعلشان نسوي القطايف محتاجين طاسة تكون سميكة وما بتلزقش. انا هنا هستخدم طاسة كبيرة بسوي عليها العيش، هي ما بتلزقش. هسخنها كويس جدا وبعدين اخلي النار على حرارة متوسطة لهادية، مش عايزين حرارة عالية عشان هتخلي القطايف تاخد لون غامق وفي نفس الوقت مش هتكون استوت لسه. بصوا، الخليط المظبوط للقطايف اول ما بيتحط على النار بيبتدي يعمل الفقاعات اللي انتوا شايفينها دي، فقاعات صغيرة بس كتير في القطايف كلها. هتبتدوا تلاقوا انه القطايف بتستوي من بره لجوه. الخليط الطري ده بيبتدي يتبخر لحد ما كل القطايف تستوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا، شايفين الفراغات اللي فيها؟ بصوا كمان واخده لون حلو قوي. انا بحب اطلع القطايف ما تكونش غامقه قوي. مهم قوي ان انا اول ما اطلع القطايف بطلعها على فوطه نظيفه، بس مش بغطيها اول ما تطلع، بسيبها تخرج البخار اللي فيها شويه وبعد كده اغطيها. لو غطيناها وهي لسه طالعه من النار بتعجن وبتلزق في بعضها، ما بتبقاش حلوه خالص. تقدروا بقى تتحكموا في المقاس زي ما تحبوا. انا عملت 3 مقاسات. مقاس كبير ده نقدر نحشيه بالكريمه او نحشيه بالمكسرات، ومقاس وسط برضو للحشو، ومقاس صغير للقطايف العصافيري اللي بتتقفل ونقدر نحشيها وبيبقى شكلها حلو قوي. بصوا العجينة عاملة ازاي، لون وشكل ولا غلطة. دي كده قطايف مستوية ومظبوطة بالملي. بعد كده تعالوا نعمل وصفة قشطة اقتصادية نقدر نحشي بيها القطايف والحلويات بتاعت رمضان. هحتاج 2 كوباية لبن، ربع كوباية من النشا، 3 معالق كبار سكر، هحتاج معلقة صغيرة فانيلا، معلقة كبيرة زبدة، وهحتاج كمان كيس كريم شانتيه. هبتدي انزل اللبن، السكر، الفانيلا والنشا، هقلبهم كويس وهرفعهم على النار. هفضل اقلب على نار هادية لحد ما تتقل معايا بالشكل ده. بصوا، في المرحلة دي هنزل معلقة الزبدة وهقلب. هنقلها في طبق وهغطيها كويس بكيس ويكون لامس القشطة عشان ما تعملش وش. هدخلها التلاجة لحد ما تبرد، وبعد كده هزود عليها بودرة الكريم شانتيه وابتدي اضربها بالمضرب 3-4 دقايق كده
لحد ما تتحول للقوام الناعم الخطير اللي انتوا شايفينه ده. في اضافات كتير جدا ممكن تضيفوها للقشطة تخليها طعمها اغنى واحلى، هسيب لكم كل الاضافات دي تحت الفيديو. اكتر مقاس لذيذ وبحبه هو ده اللي بعمله دايما، المقاس الصغير او القطايف العصافيري دي بتبقى خطيرة، كأنكم بتاكلوا بانكيك بس محشي بقى، بيبقى طعمها تحفة. هبتدي بقى اخد القطايف واقفلها كده واحط الكريمة في كيس حلواني وابتدي احشي بيها. نزود عليهم بقى رشة مكسرات او من غير، وما تزودوش عليها الشربات غير وقت الاكل. بصوا شكلها خطير. تقدروا بقى تحشوا القطايف باي حشوة تحبوها، اهم حاجة ان هي تتشال في الفريزر وهي محشية. القطايف العصافيري بس اللي بتتاكل وهي لسه طازة، ما بتنفعش تتشال في الفريزر. تقدروا كمان تغيروا في الحشوة زي ما تحبوا، طبعا الولاد بيحبوا جدا اللي بالنوتيلا وبيبقى طعمها حلو جدا. وصفة تبان صعبة بس هي سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة، مجرد ان احنا نظبط المقادير ونسويها بالطريقة الصح، هيبقى عندكم قطايف خطيرة ومستحيل تعجبكم اللي بيجيبوها من بره تاني. جربوها ومستنية رأيكم. بس كده، لو وصلتوا لحد هنا شكرا جدا عشان تتفرجوا للآخر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي.